كنت بحاول ابعد نظري عن الباب، بس غصب عني بصيت علشان اسمع نفس نبرة صوت الست العجوزة بتنادي عليا مرة تانية. ويا ريتها نادت عليا وبس، ده انا كمان بدأت اشوف ظل طويل بيتحرك جوه مكتب من مكاتب الموظفين الازاز. انا عبد الله السعيد، ودي قناة حكاوي البوب. النهاردة جاي اكمل لكم قصة الست العجوزة، واللي ما شافش الجزء الاول والاحداث اللي حصلت في لعنة البنك يدخل على القناة يشوف الحلقة كاملة. بس قبل اي حاجة عاوزين نحضر الطقوس اللي متعودين عليها، سماعتك وقهوتك واجهز علشان سهرتك. ظل بيجري في المكتب بسرعة، بس لمحته واللي خلاني اتأكد صوت الكرسي اللي بيتحرك في المكتب وهو بيتجر ببطء شديد، بيتجر لوحده من غير ما حد يجي جنبه. جبت الريموت وحاولت اغير القناة، مفيش فايدة. فضلت اضربه على ايدي علشان يشتغل. بصيت على الحجاير لقيتها لسه جديدة. حاولت كتير بس برضه مفيش اي فايدة. صوت التلفزيون كان عالي، رحت وقفلته وشغلت من على موبايلي قرآن، وفضلنا قاعدين انا وعماد طول الليل على كده. الوقت بيعدي بطيء والخوف مسيطر علينا، والهوا داخل من الباب، بس اضطرينا ان احنا نستحمل. ما هو محدش فينا يملك الجرأة ان يقوم ويقفل الباب. حاولت اتكلم مع عماد في اي موضوع، بس هو كان مفضل انه يفضل ساكت. ده يوميها خلص علبة سجاير كاملة من التوتر والقلق. كان بيكلم نفسه كأنه بيلومها. بصيت في الساعة لقيتها داخلة على 2 بعد نص الليل، والموبايل بتاعي بقى 4%. في اللحظة دي ما قدرتش اقاوم ورحت في النوم. نمت وانا سابع عماد قاعد على الكرسي بيكلم نفسه. نمت ويا ريتني ما نمت. شفت كابوس مش قادر انساه لحد دلوقتي، لانه اتطور وما بقاش مجرد كابوس. اللي شفته كان جرس انذار وما خدتش بالي غير بعد فوات الاوان. شفت نفسي في الكابوس بجري وفي حد كان بيجري ورايا. كل ما ابص ورايا الاقي الحد ده بيكبر اكتر. هو بني ادم بس مش شايف ملامحه خالص. بجري وانا خايف منه قوي. لقيت واحد قريبي من بعيد، جريت عليه وفضلت اقول له الحقني هموت. مش عارف ليه شفته في الوقت ده. انا اعرفه كويس بس كان بقالي سنين طويلة قوي ما شفتهوش وما كانش في بالي خالص. المهم لقيته بيشاور لي على مكان اروح له. بمجرد ما دخلت المكان ده استريحت. فجأة ظهر الباب الحديدي اللي كان في القصة الاولانية. صوته وهو بيتقفل عليا وانا جوه بدأت احس بتعبان بيتحرك عند رجلي. صوته بدأ واطي وبعدين بقى عالي قوي. الفحيح زاد اكتر لما حاولت اتحرك وامشي من المكان، بس الباب اللي دخلت منه ما بقاش ليه اي وجود. بقيت محبوس بين 4 حيطان وسط الضلمة ووسط صوت الفحيح واصوات الهمس اللي بدأت اسمعها. مسكت ودني واترميت على الارض بعد الخبطة القوية اللي نزلت على ظهري. صرخت بأعلى صوت عندي لما لقيت وش الست عجوزة، عيونها بيضة بتنور ووشها مكرمش قوي وشعرها بيقع واسنانها مخلعة بتقرب عليا، وعلى ملامحها ابتسامة مرعبة. كانت ماسكة في ايديها سلك ابيض. ووسط كل الرعب ده سمعتها بتقول نرجس. كررت الاسم مرتين وقربت مني وهي بتصرخ وبتلف السلك حوالين رقبتي. صحيت مفزوع على صوت عماد وهو بيصرخ هو كمان. جريت عليه لقيته مرمي على الارض وبيفرك بجسمه وهو مغمض عينيه وبيقول وهو صوته عالي وبيزعق ما تأذينيش، انا اسف وغلطان، ابعدي عني ارجوكي. صحيته واول ما فتح عينه بدأ ياخد نفسه بالعافية وجسمه كان غرقان عرق، بالرغم من ان الجو وقتها كان برد جدا. قومته من على الارض وهو عمال يحسس بايده على رقبته. اتصدمنا لما لقينا الباب مقفول والتلفزيون مفتوح. حكيت لعماد على الكابوس اللي شفته، بس لقيت منه رد فعل خوفني اكتر. كان بيبصلي هو مبرق عينه وبيحرك دماغه وهو مش مصدق. وده ببساطة حصل لانه شاف نفس الكابوس اللي انا شفته، بس الاختلاف الشخص اللي هو قريبي من بعيد اللي انا شفته في اول الكابوس عماد طبعا ما شافوش. وبدون اي مقدمات بدأ يعيط ودخل في نوبة عياط ما عرفتش اسكته. الساعة جت 6 الصبح ولازم نجهز نفسنا علشان نمشي. دخل عماد وغسل وشه وعدى اليوم التاني بأحداثه المرعبة على كده. ونيجي في بداية اليوم التالت وبالتحديد لما رحنا الموقع بتاعي الصبح، شافني زميل ليا فرد امن برضه وسألني مالك، بعد ما شافني سرحان وساكت مش بتكلم مع حد، وده طبعا غير اللي انا متعود عليه. زميلي ده كان اسمه احمد وحيد. قلت له انا بشرب شاي. والله يا احمد مش عارف ابدأ منين.
الله صحيح، قولي انت رحت قبل كده الموقع بتاع ألف مسكن، البنك اللي هناك يعني؟ اكيد طبعا، انا واسلام وعبد الله ومحمد طه وعم حسوب رحناه. ما انت عارف احنا من الارياف ولينا في الشهر 4 ايام اجازة، طبيعي بنغطي بعض في الاجازات يعني. تمام تمام. طب وانت هناك ما حصلش معاك اي حاجة؟ يعني ما شفتش او سمعت اي حاجة خوفتك؟ فكك يا عم من الموضوع ده، الدنيا تمام وزي الفل، ما فيش اي حاجة. طب ده انا رحت 3 ايام الشهر اللي فات ولا حصل اي حاجة. هو انت يعني شفت حاجة قبل كده؟ لا لا لا، انا بسألك بس مش اكتر. مش عارف ليه ما قلتلوش، بس كلامه صدمني، وعلشان اتأكد رحت لكل اسم هو قال لي عليه، وكلهم اجمعوا ان مفيش اي حاجة بتحصل معاهم. الله، امال ليه انا وعماد بس اللي حصل معانا كده؟ جات لي فكرة، وهي ان اسأل مصطفى الفرد الاساسي اللي شغال مع عماد في البنك بالليل. اتصلت بيه ولما سألته حكالي بلاوي، مواقف واحداث مرعبة تشبه بالظبط اللي بتحصل لنا انا وعماد، بل يمكن كمان اصعب شويتين 3. كنت ملاحظ ان عماد طول اليوم ساكت وبيتكلم في الموبايل، وكان باين عليه الخوف والرعب. جه الوقت اللي بنمشي فيه انا وعماد علشان نروح للبنك، بس اليوم ده عماد رفض انه يروح، وبدل مع واحد رايح بنك تاني، واتفق ان الشخص ده يروح معايا بداله. علشان ما تتوهش مني، انا هشرح لك الموضوع ببساطة. شركة الامن بتاعتنا متعاقدة مع شوية فروع لبنك مشهور. الفروع متوزعة، يعني مثلا في اللي في مكرم، وفي اللي في صلاح سالم، وفي اللي في التحرير، وفي اللي في ألف مسكن وكده يعني. كل بنك بيحتاج فردين امن بالليل. لما عماد قال لي كده، عن نفسي انا مفيش مشكلة معايا، بس المشكلة في الفرد التاني اللي كان عايز عماد يروح معاه البنك. رفض وقال لي عماد ليك بنك تروحه، مش هتيجي معايا. في الحقيقة انا استغربت من ردة الفعل، وفضل عماد يترجاه، ولما اصر التاني على كلامه راح عماد لحد تاني وتالت لحد ما في واحد منهم وافق. واللي وافق يجي معايا اسمه اسلام، واللي راح معاه عماد اسمه عبد الله. رحنا وكان اليوم التالت. هتصدقني لو قلتلك ما حصلش اي حاجة اليوم ده؟ ايوه زي ما سمعت كده، اليوم عدى بسلام والجو كان طبيعي، وده اللي ما بقتش فاهمه. قلت يمكن علشان اسلام قريب من ربنا عكس انا وعماد يعني اللي بعاد شوية. بس في اليوم ده تليفون البنك الارضي رن، ولما راح اسلام ورد عليه سمعته بيقول في ايه بس يا عبد الله؟ اهدى علشان افهمك. ايه مكنة التصوير؟ ايه يا ابني مش فاهم. بطاقتك؟ ايه اللي بتسمعوه؟ ماله عماد بيصرخ وهو نايم؟ ما انت عارفه يا عبد الله، وبعدين ما انت اللي رضيت يروح معاك، جاي دلوقتي تندم؟ ايوه سامع صوته، هو بيصرخ كده من امتى؟ ساعتين؟ يا نهار ابيض. طب اقول لك شغل له قرآن. معلش يا عبد الله، اهو يومه هو كده كده اجازته اللي جايه. وقتها كنت لسه هنام، بس المكالمه شدتني واثارت فضولي. سالت اسلام وقلت له ماله عماد يا اسلام؟ قال لي وهو بيقعد على الكنبه ده موضوع يطول شرحه، بكره بقى احكي لك عليه، انا هموت وانام. سابني ودخل نام. سابني وانا براجع كلامه مع عبد الله، الفرد اللي راح معاه عماد للبنك اللي في صلاح سالم. عماد لما راح هناك ما استريحش زي ما كان عايز، وحصل له زي ما بيحصل له وهو هنا. اما انا ما حصلش معايا حاجة، يبقى السبب مش في البنك، السبب هو. بمجرد الفكرة بس بدأت اقلق. وبعدين يقصد ايه اسلام وهو بيقول ما انت عارفه يا عبد الله؟ يعرف ايه يا ترى؟ تاني يوم وبالتحديد في نهاية اليوم الرابع والاخير ليا في البنك عرفت كل حاجة، عرفت الحقيقة المرة. في بداية اليوم رحت لعبد الله اللي كان مع عماد الليلة اللي قبليها، سألته ايه اللي حصل. قال لي انا كنت اسمع منه واللي بيحصل له في بنك ألف مسكن، بس عمري ما تخيلت ان ممكن اعيش ليلة مرعبة بالشكل ده. يا دوب دخلنا البنك وانا دخلت الحمام علشان اخد دش، بمجرد ما دخلت سمعت عماد بيصرخ. جريت عليه لقيته باصص لركن من اركان البنك ومبرق، وفضل على الوضع ده ساعة كاملة. كنت انا خلصت اللي بعمله، وبصراحة كنت تعبان وهموت وانام. كنت فاكر ان حطيت بطاقتي على مكنة التصوير من فوق. عارف يا محمد، انا صحيت بالليل على صوت المكنة وهي بتصور. ايوه زي ما بقولك كده، تخيل مكنة التصوير شغالة وبتطبع وصوتها واضح قوي كمان. بصيت على عماد لقيته نايم، بصيت على الارض لقيت صور كتير قوي لبطاقتي وورق مرمي حوالين المكنة. اقسم بالله زي ما بقولك كده، اقسم بالله كنت هموت من الرعب. اصلا احنا في البنك ده بنفصل الكهرباء كلها. يبقى اديني عقلك يا اخي، ده حصل ازاي؟ قلت له بعد ما لقيته بدأ يرتعش. اهدى بس يا عبد الله وقول لي، عماد فضل نايم ولا صحى؟ يا عم ما هو صحى وشاف المنظر بس ما عملش حاجة. كل اللي عمله انه بص على السقف وفضل خايف كده، فضل يتابع حاجة بتجري فوق منه على السقف
وفضل يصرخ اكتر من ساعتين ورا بعض. معرفتش اسكته وجريت على اسلام وكلمته. اتلهينا في الشغل اليوم ده، وبعد ما خلصنا جه معايا عماد البنك. محدش من الافراد اللي يعرفوه من بدري رضا يحكي لي ويعرفني الحقيقة، علشان كده انا قصدت صارح عماد واحنا في البنك. بمجرد ما دخلنا وقفلت الشطر وقلت له قول لي يا عمدة ايه الحكاية بالظبط، وبلاش تخبي عليا اكتر من كده لاني فهمت الدنيا خلاص. وكأن جملتي كانت صدمة بالنسبة له، وكانت بمثابة رصاصة الرحمة، لانه بدأ يحكي لي وهو بيعيط. ما كنتش اقصد، والله ما كنت اقصد، ولا كنت متوقع اصلا ان ممكن اعمل كده في يوم من الايام. بعترف اني غلطت وندمان يا محمد، وبدع من ربنا يسامحني. من اكتر من سنتين كنت مديون لطوب الارض بعد ما رجعت من الاردن وما حوشتش مليم. البيت كان محتاج مصاريف، كان لازم ادفع فلوس المدرسة لولادي. غير كده ما كانش معايا فلوس خالص. ما كنتش عارف اعمل ايه غير ان اسرق. ايوه زي ما انت سمعت، جارتي الست نرجس وحيدة، وكانت مراتي بتراعيها. ولادها سابوها وما بقوش يسألوا عليها، وهي راقدة في السرير بتاعها مش بتقوم منه، ومركبة جهاز أكسجين معظم الوقت. فتحت الدولاب ولقيت صندوق صغير مليان دهب. عناية لمعت، بس فجأة الذكريات كلها عدت من قدامي. افتكرتها وانا صغير، افتكرت قد ايه غيرت في شخصيتي وكانت بتنصحني دايما. افتكرت طيبتها وحنيتها عليا. انا عايش في الشقة ديت من وانا صغير، وما حسيتش بموت امي لان الست نرجس كانت في حياتي. صغرت في نظري قوي، بقى انا اعمل كده بعد العمر ده واسرق مين؟ الست نرجس اللي بعتبرها امي مش كفايه اللي ولادها عملوه معاها؟ كل الكلام ده كنت بقوله لنفسي وانا مكلبش في الدهب. فقت في ساعتها، قلت اموت من الجوع ولا مد ايدي. رجعت كل حاجه مكانها، بس الوقت ده سمعت صوت مراتي بتنادي عليا. افتكرت اني سبت باب شقه الست نرجس مفتوح. اتلخبطت وجيت علشان اخرج بسرعه. ما خدتش بالي ان جهاز الاكسجين ليه سلك مرمي على الارض، سلك لونه ابيض. اتكعبلت فيه وجريت على بره. والله يا محمد انا ما كان قصدي، وما خدتش بالي باللي حصل الا بعد ساعتين لما رجعت لشقتي وراجعت اللي حصل كله. علشان كده دخلت تاني عليها، بس لقيتها ماتت. ايه ماتت؟ دخل عماد في نوبة بكا، فضل يلطم ويضرب على دماغه. انهار. انا من قوة الصدمة وقفت اتفرج عليه وانا ساكت. معنى كلامه ان هو السبب في موتها، علشان كده قارنها بيطرده في كل مكان بيروح. قاطع حبل تفكيري وقال لي كنت مفكر ان انا اللي موتها، علشان كده بلغت البوليس وقلت لهم ان السبب، بس اللي قالوه انها كانت ميتة من بالليل. وبصراحة لما سألوني كنت عندها بتعمل ايه، كدبت عليهم وما حاولتش ابين ان كنت جاي اسرقها، وقلت لهم ان كنت جاي اطمن عليها. الاجراءات خدت وقتها وطلعت من القضية. خلص عماد حكايته، بس ما كنتش مصدقه في اخر كلامه. مش عارف ايه السبب، بس من وقتها ومن اليوم ده ما اتكلمتش معاه تاني. ولما اصريت اعرف من باقي الافراد على حكايته كلهم قالوا لي حكايه مختلفه تماما. عرفت ان عماد ما حكاش لحد الحقيقه غيري انا. سبت الشغل وبعدت عن الناس، وبقى السؤال اللي محيرني ليه الست اللي اسمها نرجس ظهرت لي، وليه نادت عليا شخصيا باسمي، لحد ما عرفت السبب. ومن وقتها عايز اقولك اني بقيت حد تاني خالص. بيحصل معايا امور صعبة جدا انها تتصدق لو انا حكيتها. كل ما احكي لحد واحلف له بالله كمان ما يصدقش. عايز تعرف ايه اللي بيحصل معايا وبشوفه؟ هقولك تعالى. فاكر الكابوس اللي انا حكيت لك عليه؟ فاكر قريبي اللي انا شفته؟ قريبي ده مات بعد الكابوس ب3 ايام بالظبط. عادي طبعا، ممكن تحصل وصدفة، مش كده؟ تمام. ده موقف كمان لما حلمت اني شفت واحد صاحبي مش قادر يمشي، وكل ما يقع في مكانه. بعد اللي شفته بأيام معدودة صاحبي ده عمل حادثة كبيرة، والدكاترة اضطروا انهم يبتروا رجليه الاتنين. ومن موقف للتاني للتالت للرابع بقيت بخاف انام علشان ما احلمش. بقيت اخاف اقعد لوحدي علشان ما اسرحش في حاجة، لان في يوم سرحت وجه في بالي علبة الكهرباء اللي جنب محل كنت شغال فيه من سنين. مش عارف ليه ده حصل، بس عرفت بعدها بدقايق، لان اقسم بالله حصل في العلبة دي شرزي كان هيسبب في مصيبة لولا ان رحت لعم حسن صاحب المحل وقلت له على اللي انا شفته. في الاول اتريق عليا، بس بعد ما شاف بعينه مشيت وسبته مذهول، حتى ما سألتهوش ايه اللي حصل بعدها. اللي بشوفه كتير وبتعمد اللي انا احكيه، علشان سمعت ان ممكن ما اشوفش حاجة تاني طول ما انا بحكي، بس للأسف ده مش بيحصل. والمواقف اللي بشوفها كتير وصعب اتكلم عنها، لان اغلبها مواقف شخصية. السبب الأهم بقى اللي خلاني أتكلم وأحكي حكايتي إن بعد شهور جات لي ست نرجس في أحلامي. لما شفتها ما كنتش شايف ملامحها، بس كنت سامع صوتها المميز
وسمعتها قالت لي بصوتها الواطي قول له يرجع اللي خده وانا مش هأذيه. كررت الجملة اكتر من مرة. لما صحيت عرفت ان عماد ما حكاليش حكايته كاملة، وان في جزء ناقص والجزء ده هو سبب اللي بيحصل له. انا حاليا سبت الشغل خالص زي ما قلت لك، يمكن بسبب اللي حصل لي واللي سمعته واللي مازال بيحصل لي. كلمت عماد وبلغته باللي الست نرجس قالتهولي، وما حاولتش اعرف ايه هي الحاجة اللي خدها. ادعولي، انا حاليا نفسيتي متدمرة. يمكن افضل من الاول لاني بدأت اتقرب اكتر لربنا، بس لسه لحد دلوقتي بشوف وبسرح وبتوقع، وللأسف الاغلب بيحصل بالفعل. ما كانش في اي حاجة من دي بتحصل لي قبل ما الست نرجس تقع في طريقي عن طريق الصدفة، ولحد دلوقتي مش عارف ليه اختارتني انا اكون الوسيط بينها وبين عماد، وليه لحد دلوقتي بشوف اللي بشوفه. الحقيقة خايف اشوف اي حاجة تاني، خلاص ما بقتش قادر استحمل. ربنا يستر. انا خلصت حكايتي وشكرا لحد كده. لو انت ما سمعتش الجزء الاولاني هتلاقيه موجود على القناة كامل، ولو وصلت لغاية هنا ما تنساش تحط اللايك الجميل وتشترك في القناة وتصلي على النبي في الكومنتات. تصبحوا على خير.